السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا. اليوم جاكم قصة من القصص المؤثرة اللي فيها رسائل عظيمة. هذه القصة روتها صاحبتها شخصيا، أم عبد الله. أم عبد الله تقول: أنا عشت أنا وخواتي يتيمات، وربتنا أمي أفضل تربية ولا قصرت علينا بأي شيء لين كبرنا، وبعد ما كبرنا تزوجت أمي وحنا كذلك تزوجنا. تقول: حنا ساكنين في ربحة، لكن الرجال اللي أنا أخذته من القصيم وسكنت معه في القصيم. البيت اللي أنا فيه اللي هو بيت زوجي فيه أخت زوجي عندها 4 عيال، 2 موظفين و2 عاطلين. واحد منهم أخذ أختي، واضح؟ البيت اللي هي فيه اللي هو بيت زوجها فيه أخت زوجها وعيالها معها 4، 2 عاطلين و2 موظفين. واحد منهم أخذ أخت أم عبد الله. وضحت الصورة؟ تقول أم عبد الله: أنا 24 ساعة وأنا لابسة عبايتي ما نزلها، لأن البيت فيه ناس ما هم محارمي اللي معها عيال أخت زوجي. تقول: أنا ممنوعة ما أروح الحلي، وهذا الشيء ظلم. الواحد ياخذ بنت الناس ويمنعها، وممكن منعها عشانها يتيمة، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم أينما كان. فتقول: أنا ما أروح لهلي، ممنوعة. أختي يوديها زوجها كل سنة 5 أيام في رمضان، يعني ال5 الأيام الأخيرة من رمضان، ويجيبها ليلة العيد. تقول: ليلة من الليالي وحنا في رمضان 27 زوج أختي مودن أختي وموديها، الوالدة تسلم عليها، يعني نفس طريقة المعتادة. أم الولد عندي، أم الولد اللي هي أخت زوجي موجودة عندي في البيت وليها جاتني. تقول: معصبة وضايقتني فيها الدنيا وتشتمني وتشتم أختي أخذت ولدي وتسحب رايحة جاية ومديتها ربحة ومع الخطوط. تقول: وأنا أرد عليها بأفضل الكلام وبألطف الكلام. قلت: يا ام فلان، الله يجزاك الجنة ويحرم وجهك على النار، كلها 5 أيام، أنا علينا عندي 9 أيام أروح، وكلها 5 أيام، ولد تمودن زوجته تسلم على أمي وبيجيبها، وكلها 5 أيام، وعيالك 3 موجودين، والدنيا بخير والأمور بخير. قالت: أنت تبين العلم، أنتم مالكم والي، ولا تربيتوا ولا لقيتوا من يعلمكم السنة والعلم. تقول: يوم قالته كان كلامها طعنة سكين في قلبي، يعني مالكم والي تعايرني باليتم. تقول: مع الكلام هذا وليا العشاء يدن. تقول: رحت وأخذت سجادتي وصليت العشاء وصليت التراويح وصليت الوتر ورفعت يديني وجلست أدعي. قلت: يا رب أنا مظلوم أنا وأختي، يا رب نبي حقنا، يا رب نبي حقنا، يا ربي ما عندي شيء أقوله، أنت عالم كل شيء، عالم كل شيء ومطلع على كل شيء، يا ربي يا ربي يا ربي نبي حقنا، يا ربي نبي حقنا. تقول: أنا ما حد تحت. تقول: وأنا أدعي وليا تطلع علي مع الباب، قالت: إيه ارفع يدينك وادعي، ارفع يدينك وادعي. ما قبل الله من الطائعات المطيعات، يبي يقبل من الضائعات الموليات. تقول: يوم قالته من القهر وتنزل دموعي، وانا اجلس ادعي بحرقه: يا رب يا رب نبي حقنا، يا رب نبي حقنا، يا رب نبي حقنا. سبحان الله العظيم. ركزوا معي، الله يمهل ولا يهمل. العيد الثالث صار على عيالها 2، العيال الحرمة اللي تكلمت عليها، صار على عيالها 2 العاطلين حادث، توفى الأول مباشرة والثاني دخل العناية وتوفى بعدها. ولدها الثالث دخلوا عليه المخدرات وسحبوه من غرفته، طلع مدمن، استجنوه، أخذ فترة في السجن، طلع استخدم جرعة زايدة وتوفى. الأب
مصاب بالسكر ومصاب بالضغط، انصدم من اللي صار لعياله، دخل المستشفى وتوفى. يعني مات الأبو وماتوا العيال الثلاثة، بقي الولد الرابع اللي هو زوج اخته، قد انه طلع وسكن في بيت الحالة برا. تقول أنا والله اني ابكي عليهم يوم ماتوا، واني ابكي عليهم، واني حزينة عليهم، ما ابغى يجيهم شيء ولا كنت اتوقع اني بيجيهم شيء، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم أخذ الانتقام المناسب جل وعلا سبحانه وتعالى، ويعلم ما لا نعلم. سبحان الله العظيم. ركزوا. تقول جيتها أنا يوم توفى زوجها، يعني اللي هو العز الأخير. تقول يوم أنها شافتني قالت نزل عبيت، نزل عبيت، خلاص خلاص البيت ما في أحد، أنا ما أدري والي. سبحان الله العظيم. كانت تعايرها تقول أنتم مالكم والي، لأنها عاشت يتيمة وخواتها عاشن يتيمات. سبحان الله العظيم. دارت الأيام وانتقم لها الله منها، لين هي بنفسها قالت أنا ما لي والي. الله أكبر. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. شوفوا كانت تعايرها ومالكم والي ولا لكم والي، دارت الأيام سبحان الله العظيم وصارت هي بنفسها ما لها والي. سبحان الله العظيم. تقول ام عبد الله عشت بعدها وانا بخير ونعمه يا ربي لك الحمد والشكر، وبارك لي الله في حياتي وفي عيالي وفي عيالي، وصار والناس يحتفون بي. تقول اعطاني الله سبحانه وتعالى انا واختي حقنا الوهبي، وتقول هي الحرمه ماتت، الله يسامحها ويبايعها، الله يسامحها ويبايعها ويتجاوز عنها. فسبحان الله العظيم. يا اخواني لا تستهينون بالظلم، لا تستهينون بضعف الواحد إذا كان ما له سند ولا له عضيد ولا له أحد ينصره. الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصر. الله سبحانه وتعالى هو اللي قال المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وين تروحون من الله؟ لا يغركم ضعف الشخص إن ما وراه أحد. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء وهو القادر على كل شيء. احذروا دعوة المظلوم. قال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.